سمعنا للناشدين الوطنيين نتابع هذا الحماس الكبير. بسرعه اكيد غنقدموا التشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الايفواري يدخل بالمجموعه التاليه: يحيى فوفانا في حراسه المرمى، باقي اللاعبين اوسمان دياموندي، رقم 21 ايفان ديكا، كونان غيسلاند، سينغو ويلفريد، العميد فرانكيسي، ابراهيم سانغاري، سيكو، عمر دياكيتي، وسيباستيان اولر المدرب، وجون لويس غاسي. هذه التشكيله الرسميه اللي اختارها المدرب الفرنسي لهذه المواجهه. هناك بعض التغييرات خصوصا مقارنه مع اخر مباراه، وكذلك بعض الغيابات، ولكن صافره ديال الحكم. يحيى عطيه طلات، لعبت كره فرصه راسيه، لكن يمكن يراو لان هناك مساحه. امين الحارث كينتظر المسانده، كيرجع كره، وكان هناك شطات الكره لسينغو ويلفريد. امين حارث، عز الدين أناحي، فرصه لفائده المنتخب الفرنسي كمدرب رسمي، قاد سان تيتيان، مونبولي، ايستر، وكذلك يحيى عطيطلا. مراوغه ممتازه يحيى عطيطلا لعز الدين أناحي، ونقدر تنفيذ هذا الخطا. تبنوا ابعاد الكره، لعبات الكره، انطلاقات العميد فرانك كيسي، خروج الحارس ياسين بونو ممتاز. فانا هناك ضغط من يوسف نصيري، فرصه وكان ضغط من يوسف في الوقت اللي لقاء الذهاب كانت 0 لمثله. والمنتخب المغربي سينغو ويلفريد، كره طويله، سالم أبلاح، كان ناصر زراوي بين سالم أبلاح والحكم المنتخبين. كره في الجهه اليسرى، نيف خطيره في ذات المنتخب الايفواري، خطيره، تدخل مره اخرى وابعاد كره. كنقول بان كان هدف محقق لفائده في الوقت اللي سالم أبلاح خارج ارضيه الملعب. ترفع الكره، فرصه راسيه، فرصه بواسطه يوسف النصيري. رفقه اسبانيا البرتغال لتنظيم كاس العالم 2030. تمريره خاطئه، حذري من هذه المحاولات، حذري من التسديده، مشات فوق المرمى. خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه فرانك كيسي اللي كيسدد في الوقت اللي هناك اصابه. ترجع الكره للجهه اليسرى، اشرف حكيمي بامكانه يرفع الكره، فرصه مباشره، وتدخل الحارس يحيى فوفانا. اشرف حكيمي يرفع الكره داخل، وعلى جميع المنتخبات الوطنيه تواجد المحاوله، فرصه، هناك خطا المحاوله من الجهه اليمنى بواسطه سينغو ويلفريد، رفع الكره ياسين بونو. هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، كان هناك لمسه يد، بالفعل كان هناك لمسه يد. الحكم كيعلن على خطا. يعني لاحظوا التحركات ديال سيباستيان اولر امامنا، واحد من اللي سالم أبلاح، ناصر مزراوي، سالم أبلاح. والحكم السنه الماضيه تم تعيينه مدرب للمنتخب الايفواري في الوقت اللي فرصه محاوله خاب الى الدور النصف النهائي من نهائيات كاس أناحي مرة أخرى لنصير من الجهة اليمنى بواسطة اللاعب عمر دياكيتي داخل منطقة الجزاء. تدخل ممتاز، غانم سيس يبعد الكرة في الوقت اللي كان تمريره على مستوى النصيري، مشات كره داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده المنتخب الوطني. اعتماد على سينغو ويلفريد بحث على انه يتوجهوا حتى انه ياخذوا يعني جرعات من المياه اللي كانت جرات كذلك بابيجان الايفواريه. حكم كيمنح خطا بالفعل لغانم سيس، خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. حاولت اخراج الكره، تمريره طويله ولكن خارج ارضيه. شيء خطيره في ذات المنتخب الايفواري، خطيره تدخل نيف اكارد هو اللي بعد الكره في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا بعد التدخل امام يحيى عطيطلا. كره في الجهه اليسرى لفائده اليمنى في الوقت اللي سالم أبلاح. هناك اصطدام الحكم، كان التدخل ديال سالم أبلاح. ناصر مزراوي، خطيره للايفواريين، خطيره ومرت جانبا، خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه سيكو فوفانا. امامنا سيكو فوفانا، نتمناوها في الشباك. اشرف حكيمي، فرصه تسديده وتدخل في مناسبتين، من الحارس يحيى فوفانا. تسديده قويه من اشرف، شغل يعمل امين الحارث كيمر على سالم أبلاح دائما حتى الكره في البرازيل. يحيى عطيطلا لفائده المنتخب الوطني المغربي والحكم المساعد. هذه فرصه تدخل ديال سالم امين الحارث، تلعبات الكره دائريه، فرصه صعود الراسيه، فرصه والكره فوق المرمى، ممتاز. كان صعود نيف اكارد وغانم سيس. اعتقد بان نيف اكارد هو اللي لمس الكره وسالم أبلاح الكره ما مشاتش بعيد. نتابعوا مره اخرى الراسيه ديال فرصه لفائده المنتخب الايفواري. تمريره دخول ديال يحيى عطيطلا اولر، تدخل ياسين بونو، ديال ياسين بونو. كانت محاوله خطيره لفائده المنتخب الايفواري. سيباستيان اولر
العمق. هذه فرصه امين الحارث يبحث على المسانده مع الكره. هذه فرصه الراسيه فرصه ودائما محاوله كره وصلت لهالر خطيره 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 والهدف سيباستيان هالر يتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول، فرحه كبيره للجماهير الايفواريه. قلت بان سيباستيان هالر لاعب لاحي. امين الحارث فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره ولكن نصير تمريره بحث على امين الحارث، ولكن اخر جوله من تصفيات كاس افريقيا. لقاء غيدور تبعد المحاوله من الجهه اليمنى. سينغو ويلفريد تدخل الدفاع. صباحو اللاعب اول لاعب مغربي كان حاضر في قائمه المرشحين. كان تدخل امين عدلي. وصلت كره لاشرف حكيمي. المجموعه هو الاهم بحيث كل ما توفرت الرغبه والطموح فلذلك صيري. كره في جهه اليسرى، تمريره من طرف كونان غيس. ابراهيم سانغار كره طويله خطيره في ذات المنتخب الايفواري. لحسن الحظ العوده ديال غالب سيس امام سيباستيان هالر، لاعب خطير ومهاجم. عبد الصمد الزلزولي انطلاقه من جهه اليسرى. دي فرصه اذا اشرف حكيمي. تلعبات الكره دائريه سيكون مهم جدا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. هناك وضعيه تسلل في ذات المنتخب الايفواري. حذاري البحث على التسديد من طرف. فرصه في ذات المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أوناحي تمريره ولكن عند اللاعب ابراهيم سانغاري. تسديده تدخل اقرب لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي شو يعمل؟ اشرف حكيمي تسديده ولكن بعيده. بعيد على مرمى في الجهه اليسرى عند كونان ايزلان داخل منطقه جزاء. تدخل ممتاز. فرصه المنتخب الوطني المغربي. سالم املاح طلب الكره. امين عندي فرصه ولكن المنتخب الايفواري خطيره للايفواريين ولحسن الحظ مشات جانبا. عمر دياكيتي كره جانبا. ولاحظوا رده فعل وليد الكراكي. محاوله شكلت خطوره واضحه. نتابعوا مره اخرى. لاحظوا هناك فراغ على مستوى ديال فرانكيسي ولكن هناك تغطيه. كانت العوده ديال نصير فنان لجوناثان بامبا. سيرجع الكره. تابع هذه المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. مشات الكره في جهه اليمنى. اشرف حكيمي ليحيى عطيه يطلع لمستوى الجهه اليسرى. سالم املاح انطلاقه. سالم املاح في مجموعه وليد الكراكي. ترفعت كره خطيره لفائده منطقه الجزاء. فرصه امكانيه تسديد. عز الدين أوناحي لفائده المنتخب الوطني. توصل الكره لابراهيم سانغاري. ترفعت كره خطيره لفائده المنتخب الايفواري. حذاري العوده ديال يحيى عطيه الله ممتاز. العوده ديال يحيى عطيه الله في الوقت اللي كانت السرعه ديال عمر دياكيتي امامنا. تابعوا مره اخرى. كان محاصر من تمريره البحث على ايوب الكعبي. فرصه والهدف. هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. هداف الدوري اليوناني ايوب الكعبي يضع الكره في الشباك. اول لمسه للقناص للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا. فرحه كبيره الجماهير المغربيه واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. تحدثت على ايوب الكعبي هداف الدوري اليوناني 5 ديال الاهداف. متالق حاليا مع اولمبياكوس وكان ساهم في فوز ديال فريق اولمبياكوس في العديد من المباريات. يتمكن من توقيع هدف التعادل في اول عوده له لصفوف وللمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا